وبيبدأ مسلسلنا وبنشوف بطلنا متربط في السرير زي ما انتوا شايفين كده، بس اللي مربطاه بقى فاقد كل توقعاتنا كلنا. وبتقوله ما كنتش متخيله ان ابن عيلة شي يقع تحت ايدي، ده انا هعيشك ليله ما تتنسيش. فبيقول لها والله يا غاليه لو انت قربتي مني مش هلحق اعيش اساسا، فارجوكي بعيدي عني. ودي حالفه تعيشوا ليله تدوبوا فيها بعدها، او تتوبوا عن الصنف كله، مش متأكدة بصراحة. وبتلاقي بطلتنا داخلة عليها تقول لها بقى بذمتك يا شيخة الواد الحلو ده قدك، انت ارتكبتي جرائم كتير، بس اعتداء في نص النهار مع شاب وسيم زي ده اللي لا يمكن اسمح بيه ابدا. وبتديها خبطة تجيبها الارض، ولسه هتمشي بينده عليها شي وبيقول لها ما تمشيش، ساعديني وهديكي 100 مليون، الحلوفة دي ادتني مخدر. فبتقوله يعني وسيم وكمان غني، ماشي موافقة. وبتقوم مقربة منه على طول وبيقضوا الليلة سوا. وتاني يوم بقى بيصحى بطلنا ما بيلاقيهاش، بس بيلاقي الوردة الزرقاء بتاعتها. وبتجيله مكالمة من المساعد بتاعه بيقوله انا رجعت الكاميرات وعرفت هي فين، فبيأمره بطلنا يروح يجيبها له فورا. بس للأسف المساعد بتاعه بيعرفه انها تعرضت لحادثة عربية بعد ما خرجت من الفندق الصبح، ولما لقوها كان جسمها متفحم. البقاء لله بقى يا غالي. وبيتصدم بطلنا بده، ملحقش يا عيني يبدأ قصة حبه علشان تنتهي النهاية المأساوية دي. وبتعدي الأيام والسنين وبنشوف واحدة الخالق الناطق بطلتنا، بس هي يعني بعدت عن صبغة الشعر واللبس القصير وبقت ست مجتهدة حبتين وشغالة في الجزارة. اه والله زي ما بقولكم كده. وبيوصل شي على المكان وبالصدفة بيشوفها وبيحس ان شكلها مألوف جدا ليه، وبيعرف ان اسمها يانلي وانها عملت حادثة زمان فقدت ذاكرتها وكانت متشوهة وعملت عملية تجميل. ولسه بنتنا بتقوله خد كيلو لحمة عليه الضلع ده هدية، بيقوم واخدها هي شخصيا في العربية. يا عم انا ببيع لحمة مش ببيع نفسي. ولسه البنوتة مستوعبتش انها اتخطفت، بتلاقي نفسها في فستان الفرح. ايه يا عم السرعة دي وانت مين اساسا؟ واول ما بتعرف هو مين بتتصدم بقى، ده انت حلم كل بنت في الصين، ده انت اغنى من الريس شخصيا. فبيقول لها حلو بقى، انا يا ستي عاوزك في مصلحة جواز مسيف كده لمدة سنة. هو انت حلو، بس انا ست صاحبة مبدأ برضو، هديكي 5 مليون في الشهر. يا جوزي طب ما تقول كده من بدري. وبيحذرها لان عيلته مش سهلة ابدا. فبتقوله يا عم ما تخافش، انا قعدت 18 سنة جزارة، يعني اللي هيجي ناحيتي هقطعه، ناولني انت بس الشيك ده. بس هو بيقول لها لما تكتسي الاختبار الاول وتثبتي كفاءتك هديكي فلوسك. وبياخدها على قاعة الفرح بقى، واللي بيبقى فيه معازيم كتير، لو كمان في عروسة تانية مستنياه. فبتقوله يالي هو انت هتتجوزنا احنا الاتنين ولا ايه؟ لا ده هيضر بسمعتي لو وافقت، هديكي 5 مليون كمان وتنطري العروسة دي، لان ده جواز اتفاق وانا مش عاوزه. واول ما بتشوفها هتية بتقول لها انت مين وجايه تبوظي فرحي ليه؟ والناس بتبدا تتكلم، بس بنتنا بكل ذكاء بتمسك ايد بطلنا وتقول له انت مش قلتلي يا جوزي انك هتعملي فرح رومانسي؟ مين دي؟ وانت لو بتحبها انا امشي بقى. فبيقول لها بطلنا انه لا بيحبها ولا بيطيقها اساسا. ساعتها ياللي بتبصلها بصة انتصار كده وبتقول لها شفتي بقى الحب مش بالعافية، وما اعتقدش ان في بنت محترمة تجبر الراجل على الجواز منها وهو في قلب واحدة تانية. وبيوصل ساعتها قرايب شي واللي بيقولوله دي واحدة من الشارع مجهولة الهوية أكيد عاوزة تتجوزك علشان فلوسك، احنا عارفين الأشكال دي كويس. فبتقول لها بنتنا طب لعلمك بقى أنا مش مجهولة هوية ولا حاجة، أنا جزارة. ايوه جزارة، والشغل مش عيب، وابنكم ده بقى حفي ورايا كده علشان بس اوافق عليه، وقلتله يبعد عني بدل المرة 1000 مرة، وقلتله شوف لك واحدة شبهك ورفضته 10 مرات، بس هو مستسلمش وفضل يجري ورايا وانا ارفضه لحد ما قطع اكل وشرب وكان هيموت نفسه علشاني. واتأكدت من حبه ليا وقتها، بس ساعتها انا وافقت وقلت هتحدى الكل علشانه. فبيبص لها شي وبيقول لها طب كفايه دراما عشان خليتي رقبتي قد السمسمه وسط الناس، اسكت انت انا عارفه انا بعمل ايه. وفعلا بيتحول هجوم قرايبه والناس لدعم قصة حبهم الجميلة دي، لأن شي معروف بجبروته وأول مرة يحاول علشان حاجة كده، فأكيد حبهم كبير وعظيم وخلاص الدنيا بتتحل. ودول بيرقصوا بنلاقي الجد العجوز داخل يقول أنا مش موافق، وبيقف بقى في صف تيا علشان في اتفاق بين العيلة من زمان جدا،
وريني بقى يا شاطرة هتقنعيه ازاي ده. هقنعه بس كله بتمنه. ولسه هتقول لهم انا حامل وبتحط ايديها على بطنها، بتلاقي تايا بتقول لها ان ممنوع فعلتهم الحمل من غير جواز، انت ازاي بجحة كده؟ فبترجع في كلامها بسرعة وبتقول لها بس مين قال اني حامل؟ انا مصابة بمرض ومقدميش غير سنة واحدة بس اعيشها. وبتقوم معيطة وبتقول لهم انتوا مستكترين على حبي سنة واحدة بس نعيشها سوا وبعد كده هسيبه للابد، لكن على الاقل هعيش السنه اللي فاضلالي مع الشخص اللي قلبي اختاره. وبيتوقع شين الجد يرفض لانه معروف بقسوته، بس الغريبة بقى ان الجد بيوافق هو كمان. وبنشوف واحد بيتكلم في الخلفية كده وبيقول ما كنتش متخيل ان الوردة اللي زرعتها هتتحول لبنت مطيعة كده، خلينا نستنى بقى ونشوف اللي هيحصل ايه. وبيؤمر مساعده يحضر لهم هدية وهم راجعين على بيت الاجداد ويولعوا لهم البخور. وبنعرف ان ده طقس تبع العيلة، انهم بيروحوا للبيت القديم يولعوا بخور قدام صور للاجداد المتوفيين يعني. وبتبقى يلي خايفة من البيت اساسا، وبتخاف اكتر لما بتلاقي واحد جاي يستقبلهم وعاوز يقتلها، وبطلنا بيقتله من هنا وبتطلع عليه مجموعة رجالة. وبتبقى ليلة كبيرة قوي سعادتك وهي مش فاهمة فيه ايه، يا دوبك اتجوزته بس. ولسه بيجي واحد من ورا بتديله رجل، فساعتها بيشوفها بطلنا بالجبروت ده وما بتبقاش يعني فاهمة ايه القوة اللي نزلت عليها فجأة دي. وبتقوله مش بقولك انا جزارة مش ضعيفة يعني ما تستهونش بيا ابدا. وده بقى لو، واللي بيبقى عم شي وهو الراجل اللي كان بيتكلم في الخلفية من شوية وعامل لهم الاستقبال الغريب ده. شكله كده ما بيحبش بطلنا ابدا، وبيقوله انا معرفش مين اللي اتجرأ وهجم على عيلتنا كده، وبيبعت رجالته ياخدوهم فورا. وبيجي الجد يقول لبنتنا انه هيبعت الشغالة تاخدها على اوضتها على ما يتكلم مع حفيده شوية. وفي الوقت ده بيجي لبنتنا مكالمة من جدتها وبتمسكها تبهدلها حرفيا على اللي عملته ده، وانها اتجوزت فجأة ومن وراها كمان. فبتهديها يلي وبتقولها ان جوزها غني جدا وبدل ما هي بتبيع لحمة هتكسب فلوس كتيرة عشان تعمل لها عملية القلب المفتوح اللي محتاجاها. فبتتجنن الجدة وبتقولها انت بتبيعي نفسك في مقابل الفلوس، يا خسارة تربيتي فيكي. فبتحاول تهديها وتشرح لها ان الموضوع مش زي ما هي فاهمة. وبتلاقي واحد جاي من وراها بتجيبه في الارض وبيطلع من عيلة شي عادي جدا، فبتعتذر له. وبنعرف ان عمه لزقه عليها وبيقولها سمعت انك بتعاني من نقص المال، خدي ده شيك ب1,000,000 في مقابل انك تمشي وتسيبي شي. والغريبة بقى ان بنتنا بتوافق وبتاخده على طول، وبيروح بقى جو يحط لها مخدر في المشروب وبيقدمه لها، بس هي بتبقى ذكية واول ما بتشوف الجد داخل بتروح تديله المشروب، فبيجري جو يمنعها وبيتدلق في الاخر في وشه. وبيقول لهم جو بقى ان هي ما بتحبش شي، دي جاية علشان فلوسهم وخدت منه شيك ب1,000,000 علشان تبعد عنه، حتى بص اهو في ايديها. بس بنتنا بتتذاكى وبتقوله هو انت مش قلت اديتني هدية ترحيبية؟ انا علشان كده اخدته علشان مكسفكش يعني، وعيب ارفض هدية من اخويا الصغير. وبيسأله شي هو اداها فلوس من غير سبب ليه وجاي يصير جدل دلوقتي. فبيبص جو لعمه بمنتهى الغباء وبيقوله مش انت قلتلي اديها قرشين وهتمشي على طول، ما مشيتش ليه؟ بس هو بيلحق نفسه وبيقول انا قلت لجو يديها فلوس هدية ترحيبية فعلا، شكله كده فهم غلط وبيلم الموضوع يعني. وبنعرف ان اساسا هو اللي كان جايب بنتنا ومجندها علشان تلعب على شي، وبيبقى مش فاهم هي يلي تمثيلها كويس للدرجة دي ولا هي فعلا مش فاكراه. واول ما بيدخل شي الاوضه بياخد منها الشيك وبيقول لها انها هتاخده بس بعد ما تكمل مهمتها، بس هي بتبقى محتاجاه وبتروح تاخده من جيب هدومه وهو بيستحمى. ولما بيقفشها بتقوله بكل سذاجه ده انا كنت جايه اساعدك، تساعديني في ايه؟ انا بستحمى وانتي ماسكه هدومي الداخليه. لا لا ما تفهمنيش غلط، ده مجرد سوء تفاهم، انا اكيد مش منحرفه للدرجه دي. ولسه بتلف علشان تبررله بتقوم خابطه فيهم زحلقاه فوقيها، يا دي الكسوف. وبتحاول تبعده وبتعك الدنيا اكتر. وقتها هو بيرفع التيشيرت بتاعها وبيشوف نفس الوشم اللي كان على جسم حبيبته، بس ما بيلحقش يتكلم وبيلاقي بنتنا نازله فوقيه تلطيش. وبتقوله انا مش ببيع نفسي يا متحمرش، انا كنت فاكره انك عاوزني اساعدك في التمثيليه دي علشان مش طمعان فيا، بس اقول ايه، كل الرجاله شبه بعض يا ستي، يهديكي يرضيكي مفيش فايده، لحد ما بتزقه والفوطه بتقع والمستخبي بيبان وصوتها بيجيب اخر البيت، لدرجه ان الجد بيفكر ان الاشقية بيلعبوا وهيشيل حفيده كمان قريب.
وتاني يوم بيشوفوا علامة في رقبة ابننا، فبيفكروا بقى انه قضى ليلة هشك بشك على الاخر، وان بنتنا عنيفة حبتين، ما يعرفوش انها كانت طابقة في زمارة رقبته، وما هديتش غير لما وعدها ما يقرب لهاش ويعوضها كمان بمبلغ محترم جدا. وتاني يوم بتصحى بنتنا تتشيك وتروح للجدة، واللي أول ما بتشوفها بتجري وراها بعصاية المقشة علشان باعت نفسها، فبتحاول بنتنا تهديها وتقنعها انها ما باعتش نفسها، ده هي أعجبت بجوزها فاتجوزته على طول، وبعدين يعني هو غني فايه المانع. وبنلاقي شي داخل عليهم، واللي اول ما بتشوفه الجدة بتبقى مبسوطة وعمالة تلف حواليه من حلاوته، وبتقولها حقك تتجوزيه في يوم، انا لو مكانك كنت اتجوزته في ثانية. في ايه يا حاجة ما تهدي كده، ده جوز حفيدتك برضه. شكل الجدة كانت شقية وهي صغيرة. المهم بقى ان الجدة بتتحول من حالة العصبية الرهيبة دي لحالة اعجاب شديد، وقد ايه انتوا لايقين على بعض. ولما بيرجعوا على البيت بيعرف شين الوشم اللي على شكل نجمة ده المفروض انه وشم بتاع بنات عيلة ليه، وتاني يوم بياخدها بطلنا معاه علشان تحضر حفلة كده. المهم انها اول ما بتشوف عيلة ليه بتحس ان شكلهم مألوف جدا وبتصدع جامد فجأة، بس بتلاقي الحربوقة تايا داخلة تضايقها وتقول لها ايه اللي جاب بنت ريفية الحفلة زي دي، فبتفكرها بقى بنتنا انها ما بقتش بنت ريفية، دي بقت مرات شي، يعني طبيعي اني اكون مع جوزي في الحفلات المهمة اللي زي دي. وبتحضر الحفلة مع جوزها وبتلاقي تايا برضو داخلة تستفزها تاني، فبتاخدها بنتنا على جنب وبتقولها بصي انا عارفة انك مزقوقة عليا، واللي بتعمليه ده مش هيفيدك بحاجة غير انك هتخسري مستقبلك، تمسكك بعيلة شي هيخليكي تخسري حب ممكن تلاقيه في حد تاني، اسمعي مني انا بشوف المستقبل. لكن تايا بتقولها هو انت شايفاني هبلة علشان اصدقك؟ انت حرة ما تصدقيش، بس انت خدي بالك وانت خارجة وابعدي عن العربيات علشان ما تعمليش حادثة، انت هتواجهي مية ونار، ولو ده حصل خدي بالك بقى من نفسك. وبتمشي تايا فعلا، وبيجي بطلنا يسأل بنتنا هي بتنجم من امتى، فبتقوله تنجيم ايه بس، انا استخدمت ذكائي وتحليل المواقف، اتفرج انت بس وشوف. وفعلا اول ما تايا بتمشي بتخبط في حد بيدلق المشروب، بعدها على طول بتلاقي حد معدي بشواية وفيها نار، فبتبدأ انها تتوتر، وبتقول بنتنا لشي شفت بقى، اصل مفيش حفلة زي دي مفيهاش شوي على النار يعني، اما المشروب فانا اللي كنت طالباه. طب وحادثة العربية؟ يا عم انت مش شايف هي متوترة ازاي، والشارع مليان عربيات، اكيد واحدة منهم هتلبس فيها. وفعلا بيسمعوا صوت فرامل عربية جامدة، وبكده بنتنا بقى خوفت تايا منها على الاخر، وبتبقى مبسوطة لانها اللي توقعته حصل. وبتدخل على الحفلة وبتسمع له وهو بيقول لعيلة ليه انه عارف طريق بنتهم المفقودة، ولما بتروح وراهم بيظهر حد قدامها، وبتشوف وردة مرمية على الأرض، أول ما بتبصلها بتصدع جامد تاني، لدرجة بقى المرة دي إنه بيغمى عليها، ولسه الراجل هيخطفها بيشوفه بطلنا وبيلحقها، وبتحلم بنتنا بنفسها في اليوم اللي خرجت فيه من الفندق وبعدها عملت حادثة، وبيفوقها بطلنا وبيهديها وبيعرفها ان الدكتور قاله ان حصل لها تحفيز وده خلاها تفقد وعيها، وعلشان كده هيعين لها حارس شخصي معاها بعد كده. فبتفهم بنتنا ان التحفيز ده معناه ان ذاكرتها بتتنشط، يعني ممكن تفتكر قريب هي مين، وبتقول يا لو اطلع بنت عيلة غنية وعندي مجوهرات وفساتين كتير، انتي مش بتفكري غير في الفلوس وبس، وهو في اهم من الفلوس افكر فيه يعني. وبتعرف بنتنا ان شي جاب دكتور قلب للجدة، فبتفرح قوي وبتشكره وبتقوله مع انك بخيل ومش راضي تديني مرتبي بس رجولة والله. فبيقولها تصدق ان انا غلطان، طب على فكرة بقى رسوم العملية هتتخصم من مرتبك، وبيسيبها وبيخرج. فبتقول لنفسها ده راجل بخيل وشكلي مش هطلع منه بيوان غير بعد سنة، انا هتصرف. وبتروح تعرض الفستان اللي كان جايبهولها على البيع على النت، وساعتها بيطلب حد يشتريه من شركة شي، وبتروح علشان توصله، وبتبقى خايفة شي يقفشها ويخصمه من راتبها هو كمان ولا ياخد الفلوس، بس هي بتقول دي شركة كبيرة وموظفينها كتار، مش مهم اكيد مش هيشوفني. ولما بتدخل بقى ما شاء الله بتروح على مكتب شي على طول، واول ما بتشوفه بتخبي العلبة ورا ظهرها، وبيسألها انت ايه اللي جابك، فبتقوله وحشتني يا جوزي يا حبيبي قلت اجي اطمن عليك. وبيبقى اللي اشترى الفستان السكرتير بتاعه، وبيلومها شي لانها بتبيع هدية اداهالها، ما انت ما هدتنيش حاجة تانية اصلا. فبيحس انه مقصر ومنشفها عليها بالجامد، فبيقول للسكرتير يعمل لها مصروف اسبوعي 100,000 يوان. وبتتبسط بنتنا جدا لان اخيرا هتخرج منه بفلوس. وبالليل بقى بنشوف بنتنا بتصحى فجأة وتمشي وهي مش في وعيها، وبتخرج تلاقي له في وشها، فبيقول لها هو انت بتستعبطي ولا مش فاكراني؟ فبتقوله فاكراك طبعا ما تخافش كل حاجة تحت السيطرة. فبيفتكرها عارفة هي بتعمل ايه وازاي هتوقع شي،
بينما بنتنا على الله خالص وبتخرف اساسا وبتدخل تنام في حضن ابننا. وتاني يوم بتخرج تلاقي جو في وشها عمال يغمز لها وحاجات غريبة، فبتقوله في ايه يا عم ما تتكلم، بس هو بيبقى عاوزها في حتة ما فيهاش كاميرات. هو انا مرتاحالك وفي كاميرات لما اروح معاك في حته ما فيهاش؟ انجز يا جو، انا فيا اللي مكفيني. وبتلاقيه بيديها موبايل وبيقولها خلي ده معاكي وهكلمك بعدين، وبيقفشوا بطلنا جنبها فبيغير وبيقوم جايبه من قفاه ويلا علشان اتاخرنا على الشغل. بنتنا بقى بتستغرب افعال جو، ما هي مش فاكره حاجه بقى من امبارح، وبترمي الموبايل في حوض السمك وتكبر دماغها منه، وبتروح جري لجدتها اكيد متوتره علشان هتخش العمليات. بس بتلاقي شباب بيمسجوها بحاجة اخر عظمة، مين دول يا تيتا؟ ده جوزك الله يرضى عنه موفر لي كل سبل الراحة وجايب لي الشباب الحلوة دي علشان تخفف عني التوتر. وبتوصيها بقى عليه لانه شخص لطيف وكويس ومش هتلاقي زيه. فبتحس بنتنا بتأنيب الضمير وبترجع على البيت تحضر له الاكل بنفسها كشكر ليه يعني على اللي عمله مع جدتها. وهو بيبقى خايف منها اول مرة تعمل له حاجة زي كده. انتي حاطالي سم في الاكل ولا ايه يا عم؟ كل انا لو عاوزه اسمك كان زمانك ميت من زمان. وبيجي المساعد بتاعه يقوله ان عيلة ليه رجعت من السفر، فبيعتذر منها وبيقوم هو مستعجل كده. فبتقول بس ده كده بنتهم رجعت وهو رايح يشوفها، شكله بيحبها وشكلي هطرد من الشغلانه دي ومش هاخد ولا يوان. يا ربي انا ما خدتش غير راتب شهر واحد بس، انا لازم اتصرف. وبيروح بطلنا يقعد مع عيلة ليه وبيسألهم عن بنتهم، لأنه الشخص اللي أنقذه زمان كان ليه نفس الوشم اللي عند بنتهم، بس هما بيقولوا إنها مفقودة من 8 سنين وما يعرفوش عنها حاجة. وبيطلب منهم صورة ليها، ولسه هيشوف الصورة بيلاقي الأمن قفشه حرامي واللي بيطلع بنتنا زي ما انتوا شايفين كده. فبيقوم جايبها من قفاها وبيعتذر لهم وبياخدها على البيت يخلي الشغالة تحميها وتنضفها من العبط اللي كانت عاملاه في وشها ده. وبيسألها بقى ايه اللي جابها وراه، فبتتحجج انها سمعت ان بنتهم جميلة فجت يعني تشوفها وتديله رأيها. بس هو ما بيصدقهاش وبيقولها انت ايه اللي مخوفك من وجودي مع بنتهم يعني؟ ويا عيني ابننا مستني يعرف انها بتغير عليه ولا حاجة. بس الأستاذة وبكل فخر بتقوله خفت تطردني وانا لسه ما جمعتش فلوس، كفاية يعني ان انا لسه ما قبضتش غير شهر واحد، اما انك مضية حقيرة بصحيح. وبيجي البطلنا مكالمة بيعرف منها ان عمه له عمل حادثة في المستشفى، ولما بيروح يزوره بيبقى له عارف ان هو اللي دبر له الحادثة دي ومش طايقه، وبيقوله مش غريبة اعمل حادثة في نفس المكان اللي عمل فيه ابوك حادثة، تلاقيه مش راضي عنك في تربته بس يا عمي. وبيخرج يلاقي يلي في وشه خد دي سرقتها لك من اوضه جدتي. ولما بياكلها من ايديها بتتحرج وتتوتر لدرجه انها بتلبس في الحيط وهي بتجري منه من كسوفها وبيغمى عليها في حضنه. وبتفتكر بقى ساعتها كل حاجه وبتفوق ذاكرتها راجعالها، وبتلاقي جدتها في وشها بتقولها مالك يا بنتي بقى بيغمى عليكي كتير كده ليه؟ هو انت حامل؟ حامل ازاي بس؟ مستحيل شي ما بيلمسنيش. ما لمسكيش ازاي؟ انت اكيد مقصره. وبتفضل تصيح بقى، وعلشان بنتنا تريح دماغها بتقولها لا ده هو اللي مقصر، انت فاهمه غلط، ده ما بيعرفش. فدخلت بطلنا وجو، واللي اول ما بيسمع كده بيموت ضحك وبيقوله ما تقلقش يا اخويا انا اعرف دكاتره كويسه هتحللك المشكله دي. فبيقوم شي باصص له بصه كده كتماه ومخليه يلف وشه في صمت. بنتنا بقى بتقول بص انا لسه مخبوطه وعقلي مش سليم يعني طبيعي اخرف. وبيرجعوا على البيت بقى يلاقوا الجد مديهم هما الاتنين علاج يشربوه عشان الموضوع اياه بقى، فبتشربه ينلي على طول وبتكبر بطلنا كمان يشربه. ولما الجد بيخرج بيقولها ما تلوميش الا نفسك، انت اللي وصلتينا لده. ولسه هيقرب منها بينام تلاقيه ما طلعت حطت له منوم. وبتروح على اوضه له وبتقوله انها افتكرت كل حاجه، وبيسالها هي ليه ما بتردش عليه، فبتعتذر له لان شي مراقبها دايما ومش سهل تخدعه، وبتطمنه انها مش هتخونه وهتنفذ المهمه. وبتخرج من اوضته واللي بيشوفها جو وبيبقى فاكرها على علاقة بعمه، وبيقول يا سوادي دي كارثة لو اتعرفت عيلتنا فضحتها هتبقى بجلاجل. وتاني يوم بياخد بطلنا بنتنا سحلة على الشركة وبيقول لها اقعدي هنا وما تعمليش مشاكل بقى، فبتنام مكانها من الملل. وبيجي وقت الاجتماع ولما بيسيبها ويخرج بتروح تسرق كل معلومات المشروع الجديد من على اللابتوب بتاعه، ولما بيرجع بياخدها علشان يتعشوا سوا. ولما بتعرف سعر ازازة المشروب وانها ب200,000 بتشرب الكاس كله وبتقوله حرام النعمة دي تترمي. نعمة ايه يا جماعة استغفر الله العظيم. وبتلاقي تورتاية صغيرة داخلة عليهم فبتقوله بس النهاردة مش عيد ميلادي. ايوه بس هو عيد ميلادي انا. انا عارفة الشغل ده كويس، لا انت ما بيرضكش القليل وانا ما معيش اجيب لك هدية غالية.
طب اسكتي انت يا غالية، علشان كلامك ده بيجيب مشاكل. انا عاوزة احتفل معاكي واشاركك امنيتي. شفتي بقى الموضوع بسيط ازاي؟ وبتتمنى بنتنا ان امنيته تتحقق، وهو بيتمنى ان امنيتها تتحقق. الامنية، انتوا بتلعبوا بيا يا جماعة ولا ايه؟ وما بتتكلمش بنتنا 5 دقايق وبتتعب وبتتسطل من المشروب وبتبقى خارجة تتطوح، فبيشيلها ابننا يرجعها على البيت. وطبعا بنتنا في الحالة دي ما بتقدرش تقاوم جماله، وبتقوله هو انت حلو كده ازاي. ولما بيجي يبعد عنها لانها مش في وعيها ومش عاوز يستغل ده، بتقوم هي اللي مقربة منه، والراجل ما بيصدق. المهم بقى ان بنتنا بتصحى تاني يوم بالمنظر ده، بس كل اللي همها انها قضت الليلة معاه، ولو بقوا حبايب كده مش هيديها المرتب اللي وعدها بيه. واول ما بتصحى بتضربه وبتقوله انت استغلتني، فبيفكرها ان هي اللي قطعت له هدومه امبارح وهي اللي اعتدت عليه اساسا. يا دي الكسوف يا ولاد. بص انت اللي اغرتني ومش مسموح لك توقف الراتب بتاعي. يخرب بيت الفلوس يا شيخة، مش هوقف لك حاجة يا ستي. وبينزلوا بعدها يفطروا، بس بطلنا بيخرج مستعجل وبتروح يلي وراه جري. لو بقى بيتضايق فبيبصله جو وبيقوله يا عمي البحر مليان سمك، ما لقيتش غير مرات اخويا. طب سيبها وانا هجيب لك احسن منها. ده ايه البيت الحرام ده؟ وبيعرف بطلنا من المساعد انهم اخيرا وصلوا للسواق اللي تسبب في حادثة ابوه، فبياخد بنتنا وبيروح له فورا. بس اول ما بيوصلوا بيكون هرب ومفيش حد، وبيستغرب شيء جدا هو عرف منين علشان يهرب. وبيأكد عليه المساعد ان مفيش غيرهم يعرف بالمكان ده، يعني الخبر اتسرب ازاي. وبنشوف بطلتنا وهي واقفة مع لو، وبنعرف ان هي اللي نقلت له الاخبار علشان يهرب السواق، وبتديله الفلاشة اللي عليها المشروع كمان، وبتقوله بعد ما المهمة تنتهي اسمح لي اسيب البلد خالص. فبيقول لها ما تقلقيش انا ما بخلفش بوعودي، المهم بس انت ما تقعيش انت في حب شي، ما تقلقش انا ما عنديش كلمة حب دي في قاموسي. وبتروح لبطلنا الشركة ومعاها الاكل اللي عاملهوله بنفسها، وبتقعد معاه وبتعرف ان بكرة يوم مهم لانه هيعلن عن المشروع اللي تعب فيه، وبتسيبه علشان يركز في الشغل، بس بتبقى من جواها بتتأسف له على اللي هيحصل. وتاني يوم بتتنشر الاخبار عن ان شي سارق مشروع وسمعته بتتبهدل خالص، وكمان بيطرد من ادارة الشركة واللي بيستلمها عمه له بقى. فبتحس بنتنا بتأنيب الضمير وبتروح علشان تشوفه، وبيبقى واضح عليه الصدمة والزعل. وبيقول لها عمو ما تقلقيش الشركة بقت في ايد امينة وعاوزين نحتفل بالمناسبة دي، فما تتأخروش علينا بقى وارجعوا على البيت بدري. ولما بيرجعوا على البيت بيبقى الجد متضايق من شي، وبيقول له اقعد بقى في البيت هات وريث لعيلتنا بما انك بوظت الشغل. فبيتريق عمو عليه وبيقوله ده حتى دي مش عارف يعملها لان جواز منيلي مجرد اتفاق ومأجرها تبقى مراته. وبيبص ليانلي واللي ما بتنكرش ده، وبكل جحود بتقوله ان مهمتها خلصت لحد هنا. فبيفهم بطلنا ان هي اللي خانته وبيتصدم فيها صدمة عمره، وبياخدها يتكلم معاها على جنب وبيلومها وبيقولها طب انا قصرت معاكي في ايه؟ انا طول الوقت بحاول اخليكي جنبي واعملك اللي عاوزاه، هو انا حبي ليكي ما كانش كفاية؟ لكنها بكل جحود بتقوله انا خلصت مهمتي هنا، ما تعطلنيش اكتر من كده بقى، وبتسيبه وتمشي. وبيفضل جو يصيح على البيت اللي بيتخرب ده ومش عارف يصلح ما بينهم ازاي. المهم ان بعد ما بنتنا بتمشي بيجي المساعد بتاع لو ويسأله ها هنعمل ايه؟ فبيقوله انهي اللي ما اتنهاش من سنتين، هي عدم موتها جيب فايدة ليا ووصلتني لهدفي، بس برضه هي تعرف عني كتير وعلشان كده لازم تموت. وبنشوف العربية بتاعتها بتنفجر تاني. وبالليل بيبقى عيد ميلاد الجد، وبتيجي تايا تسأل عن بنتنا وبتقول لجون انها لقت حب حياتها بعد ما سمعت كلامها فعلا، بس هو بيقول لها ان يالي مشيت ومش راجعة تاني، وان اساسا جوازها من شي كان جواز مزيف ومحدش بيبقى طايق العم الحربوق ده. وفجأة بيلاقي البودرة لابسة في وشه شبه المهرجين وبنتنا داخلة عليه، وبتفاجئه وبتقوله كنت فاكر انك هتخلص مني بسهولة كده. وبتيجي الجدة معاها وحبة ناس من القرية يزاولوه، واول ما بيجي الجد بيبدأوا عرض غريب جدا وبيحكوا فيه قصة الأخ اللي قتل أخوه ومراته علشان يستولى على الميراث. وبعد ما المسرحية بتخلص بتقول يانلي للجد إن الأخ ده هو لو واللي قتل أهل شي، وبيبقى المهرج هو السواق اللي هربته. في الحقيقة هي ما هربتهوش، هي خطفته لأنها توقعت من له الغدر. ولما بيعرف الجد الحقيقة بيتصدم وبيطرد ابنه ساعتها من العيلة وبيقوله أنا ما عنديش عيل عاق ومجرم زيك. وبيبقى بطلنا بقى سلم كل الأدلة للشرطة ومستنيين القبض بس عليه. وبيبدأ الكل يتكلم عن يانلي ويا ريتها طلعت جزارة بدل ما هي طلعت قتلت قتلة ومن منظمة مشبوهة، بس بيلاقوا عيلة ليه داخلة عليهم تقول ان دي بنتهم المفقودة وان شي هو اللي قال لهم عليها والتحاليل تثبت ده.
فبتتفاجئ بنتنا من اللي بتسمعه ده، وبنعرف بقى ان لو خطفها من 10 سنين ومسح ذاكرتها وقتها وجندها علشان تبقى تحت اوامره، وعلشان كده هي ما تعرفش حاجة عن اهلها. وبيبص شيل جو فبيقوله والله العظيم ما عملت حاجة، انا ماليش دعوة، ابوس ايديك وما تطردونيش انا كمان. لا انت غبي، بطل بس اي حد يستغلك ويستعبطك وخلي عندك شخصية. وبتخرج يالي بعد ما بترضي ضميرها، وبيروح شي وراها يحاول يوقفها، وبيقول لها كل حاجة انتهت، ليه هتمشي وليه ما نبقاش مع بعض؟ بس هي بتعرفه ان كل حاجة انتهت فعلا، ومن حقها تشوف طريقها. في الاول وفي الاخر هو خدعها وكان عارفها من الاول ومثل عليها كل ده، وعلشان كده مفيش مجال تفضل في الكدبة دي كتير وبتمشي وتسيبه. فبيخرج جو وتايا يقولوله يا عم ما تبقاش كده، دي بس محتاجة شوية محايلة وهترجع معاك على طول. وبتبقى بنتنا قاعدة مع عيلتها بتتفرج معاهم على صورها وهي صغيرة وبيسمعوا صوت بره. وبتخرج تلاقي شي ماشي على نفس نهجها بالظبط شبه الحرامية، فبتطلب من الأمن يرموه بره، بس هو بيترجاهم يدخلوه وبيعتذر على الاسلوب، بس هو ملقاش طريقة تانية يشوف مراته بيها. فبتقوله انا معرفكش اساسا، ما تعرفنيش ازاي؟ طب وابننا؟ انا عارفة الاسلوب ده كويس. وبتقوم واخده رمياه بره، وبتقول لهم مفيش ابن ولا حاجة، انا مش حامل. وبيفضل اهلها يقولوا لها ولو حامل احنا هندعمك ومش محتاجين لاب، وكل الكلام اللي بيحرجها ده. المهم بقى انها تاني يوم بتصحى تلاقيه قاعد يفطر مع مامتها عادي جدا، وبتقول لها شي شرح لي كل حاجة وانا شايفة انكم لازم تتكلموا تاني، وبتقعدها معاه عافية وبتسيبهم وتمشي. وبيحاول هو ان يصلح الدنيا ويعتذر لها، بس هي بترفض تسمعه وبتقوله انها خارجة ومش فاضياله. وبتروح مع تايا يقعدوا في مكان استغفر الله وجايبين شباب ترقص لهم، ده الدنيا اتقل خيرها خالص والله يا بنات. المهم ان بطلنا بيدخل عليها ويطرد الرجالة، ولسه بطلتنا هتقاوح معاه بيقوم بطلنا شايلها ومرجعها على البيت على طول، وبيخرج بوكيه ورد وبيعتذر لها على اللي فات وبيقول لها انه حبها من زمان وكان مستني اللحظة دي، وبيتمنى انها تسامحه ويعيشوا سوا لاخر يوم في عمره. وبعد الكلمتين الحلوين دول بنتنا قلبها بيحن وبتقوم مقربة منه على طول، مدلوقة قوي وحقها بصراحة. وبتلاقي العيلة كلها خارجة بتحتفل برجوعهم، وبطلنا البجح بيقوم شايلها قدامهم واخدها على الأوضة على طول، وملناش دعوة احنا بقى بالكلام اللي بيحصل ده. وبتصحى بنتنا تاني يوم على خبر حبس له 20 سنة بسبب اللي عمله ده، وبكده بيكون الحق رجع لصحابه. وبنتنا رجعت لحضن حبيبها وبتقوله يانلي مش هتروح الشركة بقى؟ لا انا واخد اجازة عشان عندي شغلانة تانية اهم، عايزة اجيب لعيلتنا وريث، شد حيلك انت بقى. وبيقوم الشقي شادد اللحاف يا دوبك يلحق. وبس كده توتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم، بس ما تنسوناش باللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية، هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. واشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله. سلام.